واش الجزائر مرشحه باش دي كاس افريقيا بعد المغرب والسنغال؟ غادي نشوفوا لا ليست ديال بيتكوفيتش اونصامبل. حراسه المرمى ما كاينش بزاف ما يتقال عليها، اسامه بن بوط ولوكا زيدان جوج ديال الحراس في المستوى. بالنسبه للدفاع كنعتبروا اكثر خط متكامل، فيه بطبيعه الحال تم منادات على راين ايت النوري، يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى مندي القائد التاريخي، محمد امين توغاي، وكذلك اسماء من قبل دورفال ديال باري، حجام، بالعيد، شرقي وبالغالي. بالنسبه للميليو تاعنا عندنا اسماعيل بن ناصر، زروقي، زرقان، بوداوي، حسام عوار اللي كيقدم موسم كبير مع الاتحاد، الشيبي ومازا. خط الهجوم فيه بزاف الغيابات ولكن الاسماء كبيره، عموره، قبال، رياض محرز، حاج موسى اللي هذا العام كيدير سيزون زوينه مع فاينولد، بولبينا، بقرار، بونجاح الهداف التاريخي، وبركان. اربعه ديال اللاعبين عيط لهم بيتكوفيتش كانوا في كاس العرب اللي هما بولبينا، عطال، رضوان بركان، ومحمد امين توغاي ديال الترجي. وكاين غيابات وازنه كيبانوا ليا بحال بن طالب، بالليلي، امين جويري د مارسي، وسعيد بالرحمه. ورغم ذلك فالجزائر كتبقى من المنتخبات المرشحه باش انها تدي كاس افريقيا.